أبناؤنا هم أغلى ما نملك، نحبهم ونحميهم وندفعهم للنجاح والاستثمار في أنفسهم، لكن في يوم ما، لحظة ما، قد تتحول أحلام الوالدين إلى رؤية أبنائهم أحسن الناس وأفضلهم في الأخلاق والدين والعلم إلى رماد بسبب لحظة تهور من مراهق يلج فيها إلى عالم الجريمة، وهو هذا العالم البشع الذي فيه كل المشاكل والمصائب. كيف نحمي أبناءنا خاصة المراهقين من ولوج هذا العالم؟ وما هي الأسباب التي تدفعهم إلى ولوجه أصلا في الأساس؟ كل هذا وأكثر سنتعرف عليه في برنامج قوارير من قناة سلام الفضائية، ومع ضيفتنا لهذه الحلقة اسمها نعمان، ناشطة اجتماعية. ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا ضيوفنا الكرام أينما كنتم في برنامج قوارير. وفي هذه الحلقة سوف نتحدث عن ولوج ابن المراهق إلى عالم الجريمة مع ضيفتنا الأستاذة إسمهان نعمان، ناشطة اجتماعية. مرحبا بك أستاذة إسمهان بيننا. مرحبا، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرفني ويسعدني أن أكون ضيفتكم اليوم وفي برنامجكم. جزاك الله خير. في البداية، دخول الأبناء والمراهقين بالذات لعالم الجريمة، هل وصلت هذه الإشكالية اللي نسميها ظاهرة ومدى خطورتها؟ طيب، نستطيع أن نسميها ظاهرة، وخصوصا في الفترة الأخيرة أو السنوات 10 الأواخر. أنا حتكلم بصفتي عايشة في بريطانيا، يعني حعكس الوضع في بريطانيا بشكل عام وفي أوروبا، في بريطانيا بشكل خاص، في أوروبا بشكل عام. طبعا أقدر نستطيع أن نسميها ظاهرة بسبب أنه كثرت الجرائم التي تحدث في جاليتنا العربية الإسلامية الإريترية، وانعكاساتها على مجتمعنا. فعلا أيوة، فظاهرة أكيد. ما مدى أو هل هناك فرق بين المراهق وعالم الإجرام في العالم أو البلد المسلم والبلد الأجنبي، وما مدى خطورة ذلك عليه؟ طيب، هو يعني على حسب، يختلف. مثلا ممكن في بريطانيا يكون عالم الإجرام يصل حد القتل، المخدرات، العصابات. في العالم العربي أيضا موجود، بس مش ما تصل لدرجة بشاعة القتل اللي موجودة في الغرب مثلا، ولكن كله موجود. المخدرات موجودة بكثرة، السرقة موجودة، الاحتيال موجود أيضا بكثرة في العالم العربي. فيتفاوت حسب البيئة اللي يعيش فيها المراهق. في العالم الإسلامي أو العربي يكون في مثلا دور المجتمع شوية نوعا ما رادع، ولكن في الغرب المجتمع بيكون يعني دوره شوية ضعيف أو ضئيل، فتتفاوت نسب الجرائم اللي بتحدث في العالم العربي والغربي يعني. ولكن هي كلها جرائم يعني. ما هي الأسباب الحقيقية لدخول أبنائنا المراهقين إلى هذا العالم، عالم الجريمة؟ الأسباب الحقيقية كثيرة، بس حذكر منها بعد رؤوس الأقلام زي ما يقولوا. في مجتمعنا الإسلامي العربي في بريطانيا، المشاكل الأسرية، يعني عدم إدراك الوالدين بما يدور خارج المنزل أو المجتمع الجديد اللي هم لجأوا إليه، فما قادرين ينسجموا أو يتأقلموا، أو تكون في ضغوطات الحياة أيضا بيقلب أكثر على إنه أو مفاهيم المجتمع. في المجتمع العربي بنجي يعني بيكون مثلا المجتمع كله بيربي معاكي، ما تشيلي هم إنه ابنك لو خرج مثلا حيتعرض أكيد حيتعرض لاحتيال لأي شيء، بس ما يسل
مرحلة القتل مثلا، ولكن في المجتمعات الغربية لو خرج ابنك، مجتمعاتنا ما تعي مدى خطورة ما يتعرض لي المراهق الشاب في المجتمعات الغربية. بيتعرض لاستقطاب، إذا رفض بيكون أضرار وخيمة جدا، يا إما الضرب، التشويه، القتل. فالشاب اللي بيكون عمره 15-16 يضطر لأنه يرضخ الطلبات هذه، يا إما يكون معهم عشان يفوز بالحماية، يا إما ينضرب، يا إما. فالأسباب دي يعني بتؤدي للمراهق في إنه ينحرف غصبا عنه، حتى لو يكون شاب بسم الله ما شاء الله على خلق وأسرته وكذا، ولكن ضغط المجتمع خارج البيت بيكون أقوى عليه، يعني تلقائيا تلاقيه يعني انخرط في عالم الجرائم. وثاني شيء، البيت إذا ما يحتوي الشاب بكل عيوبه، الشاب حيبدأ يبحث عن الحماية والاحتواء خارج المنزل، فهذه كمان مصيبة وجريمة كبيرة في حق أبنائنا. يعني ما هي درجات الجريمة وترتيبها من يعني أصغرها إلى أكثرها خطورة؟ إذا ممكن تعطينا تصنيف معين بسيط. والله تصنيف معين أنا ما أقدر أقول لك. الكبير أصلا يبدأ بالصغير، يعني بحاجات بسيطة، فقط مثلا وصل الشيء هذا مثلا يبدأ في سن 14 حتى أصغر، حتى سن 10 9 عندنا في بريطانيا. فبيكون مثلا الكبار يستقطبوا الطفل هذا في إنه يوصل لهم مخدرات، يعني أي نوع. قصدي التصنيفات مثلا، هل يعتبر مثلا سرقة الأشياء هذا تصنيف؟ تبدأ تكبر من سرقة الأشياء الخارجة في المحلات، ثم هناك ما بعدها إلى سرقة البنوك، هذا ما قصدته بالتصنيف يعني الجريمة. هل هناك تصنيفات؟ كل شيء بيكون عادي. أيوة، بعد كده خلاص الطفل يتعود إنه خلاص أخذ على الشيء هذا وسهل ويقدر، فيصل لمرحلة إنه في تحدي مع نفسه في إنه أيوة هو يقدر يعمل الأشياء هذه. تصل لمرحلة إنه بعد كده خلاص يكون جاهز في إنه يعمل أي شيء يطلب منه يعني. والشباب الكبار في السن بالمناسبة في بريطانيا مثلا بيستقطبوا الصغار، لأنه حكم الجرم يكون غير، يعني للشاب سن 18 وما فوق حيكون أكبر، عكس الطفل اللي يكون معه مثلا النوع المخدر هذا يضبط معه، بيكون سنه مخفف، أو يكون مثلا يدخل في يعني إصلاحية، يسموها إصلاحية، يأهلوا ويحاولوا يغيروا الشاب وكذا وكذا. لكن إذا كان الشاب الكبير ضبط معه نفس الكمية، الأحكام بتكون جدا يعني رادعة، مثلا سجن 5 سنين 6 سنين. فعشان زي ما تقولي بيؤدوا الأطفال الصغار بيؤدوا الجرم نيابة عن الشباب الكبار عشان يهربوا من العقوبة أو السجن لسنين طويلة. كيف يبدأ المراهق في دخول وولوج إلى هذه العالم، عالم الجريمة؟ بيبدأ سبحان الله في بريطانيا يعني في عصابات بتجتهد تماما لاستقطاب الأطفال هذولا. زي ما قلت ذكرت بيبدأ من سن 9. السن 9 بيكون إذا اللي حواليه مثلا إذا أخوانه جيرانه معارفه، فبيحاولوا يستخدموا، فيكون ماخذ وعارف الشيء هذا. لكن أطفال المدارس من سن أول ما يدخل مرحلة المتوسط، بيسموه المتوسط secondary school، خلاص في مجموعة جاهزة تماما حتى في داخل المدارس في إنه يستقطبوا الشاب هذا لمصلحتهم،
بيحاولوا يغشوا بمبالغ معينة. وحاليا السوشيال ميديا بتلعب دور سلبي جدا في توجه أبنائنا للعالم الإجرام، بسبب إنه مثلا عايزين يلبسوا أشياء بتكون غالية، يستعرضوا أمام أصحابهم أصدقائهم وكذا، وأنا عندي وتفاخر والحاجة هذه، فبيوفروا لهم الأشياء البسيطة دي. ولكن في مقابل توفير الأشياء البسيطة هم حيقدروا يؤدوا أعمالهم الإجرامية بشكل مريح دون أن يعني يكشفوا مثلا عند الحكومة. فبسبب الأشياء دي بيكون هنا. والثاني شيء كمان، يعني إذا الطفل عايش في البيت جو غير صحي غير آمن، مثلا أقصد إنه يكون في خصام ما بين الوالدين أمام الأطفال أبنائهم، والطفل ينشأ وهو يشاهد ويسمع العنف الأسري في البيت وكذا، فبالنسبة لي هذا ملاذ آمن وملجأ. يلاقي فلوس، ناس تحميه وتحسسه بأنه هو يعني إنسان قوي وشخصية وإنت فزي ما نحن بنربي أبنائنا، هم كمان يبدأوا يربوا الطفل هذا ويحتووه بكل عيوبه بكل فشله وخلاص، فبتبدأ كده. شكرا لك أستاذة إسمهان، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، ولكن لا تبتعدوا، سوف نعود لكم بعد الفاصل لنواصل موضوع حلقتنا لهذا اليوم، ابن المراهق وعالم الجريمة. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، عدنا لكم بعد الفاصل. كنا نتحدث عن موضوع ابن المراهق والعالم الجريمة مع الأستاذة إسمهان نعمان، ناشطة اجتماعية. مرحبا بك مجددا أستاذة إسمهان. مرحبا، يا هلا وسهلا. كنا نتحدث عن أسباب ولوج الطفل المراهق إلى عالم الجريمة، وتحدثنا أيضا عن الكثير من الأشياء، ولكن نريد أن نذهب إلى سؤال آخر. كيف نعرف نحن الآباء أن ابننا قد بدأ في الدخول إلى عالم الجريمة وننقذه على الأقل في البداية؟ ما هي العلامات التي تدل أن هذا الابن المراهق قد طرق هذا الباب؟ هذه العلامات سؤال مهم جدا، يعني وأغلب الآباء والأمهات دائما غائبين عن الشيء هذا. العلامات بتكون مثلا إذا جاء الطفل إلى البيت بالشيء أنت ما مشترياه، يعني أو أبوه ما وفر له، فلازم تتحري من المصدر أي كان، سواء كان بنطلون، جزمة، أي شيء، يعني لازم نتحرى. هم أذكياء جدا، بيحاولوا يتهروا مثلا حق صديقي، حقت مش عارف إيه وكذا، بس إذا بتكرار الواحد يشاهد الشيء هذا لازم يعرف مصدر الأشياء اللي يجيبوها في البيت. وثاني شيء لازم البحث في غرفهم. طبعا البحث مش بشكل نحسس الطفل أو نخليه يفقد ثقته فينا أو إحساسه بالأمان، لا. أكيد كأمهات وكأباء عندنا أساليبنا الخاصة، من غير ما يشاهد، من غير ما يحس، من غير ما يشوف، يعني نبحث الأشياء بتاعه. ثاني شيء، إذا الطفل بيتعاطى بيكون في علامات كثيرة، تغيير في سلوكه، عنف مثلا في البيت، التعامل مع إخوته، ضرب والشتم، حيتغير في أسلوب تعامله. بس تغيير الأسلوب التعامل كمان، إحنا أحيانا بنحاول نخليه في إنه أيوة ابني دخل عالم المراهقة، هذا السن المراهق والشاب دائما كذا أو الشابة كذا. لا، نحن لازم نحاول نعرف الأسباب بتكون تغيير هرمونات في جسد المراهق بتؤدي أيضا للأشياء دي، ولكن لازم نعرف نميز. بيكون في إذا بيتعاطى مثلا بتبدأ جفونه بتكون
شبه زي كيف أوصف لك، مش عارفة، يعني نعسان وينام وكسل والمسائل هذه. إذا أيضا في بريطانيا عندنا شريط بيستخدموه كعلامة إنه يتبع للعصابة هذه، ما أعرف إيش يسموها عندكم هنا، لكن هي بتكون زي المنديل بالألوان، بتكون تابعة لمنطقة معينة. هذه أيضا. وفي لغات بيستخدموها شفرات، كشفرات يعني ممكن يكون طفلك جالس أمامك ويتكلم في التلفون وإنتي ما فاهمة ولا شيء، بس هو بيتكلم بشفرة معينة. فإذا ما فهمتي هو بيتكلم عن إيش، لازم تبدأي تسألي. مهم جدا. في أشياء كثيرة، فدي أهم الحاجات اللي ممكن الواحد من خلال مشاهدته ومعرفته بطفله يقدر يميز، وبعد كده يتبع الأشياء الثانية إن شاء الله. ما مدى أثر عالم الجريمة على حياة المراهق وأسرته؟ ليست فقط على عالم، يعني التأثير ما بيكون فقط على المراهق وأسرته، بل على المجتمع ككل. على المجتمع ككل لتأثيره المدمر جدا، وخصوصا أن إحنا كمجتمع إسلامي عربي، وخليني أقول إريتري، دائما أن إحنا بنتخوف من المجتمع، يعني أكثر مما إنه نحاول مثلا نعالج ابنك أو بنتك. تأثيره بيكون طبعا ضياع مستقبله أولا وأخيرا. سلوكه أيضا بيكون في تأثير على إخوته، يعني لو عنده أولاد أخوانه وبنات أخوانه، بيكون تأثيره على الوالدين، على المجتمع ككل. هو نفسه حيبدأ يستقطب ويشتغل في العالم هذا، فتأثيره جدا مدمر. وبالنسبة له خلاص يعني يفقد يوما ما يفقد فيها حياته. وفي شباب كتار فقدوا حياتهم في بريطانيا بسبب ولوجهم لعالم الإجرام. يعني كيف نتعامل مع المراهق المجرم وحتى طرق علاجه؟ ليس المراهق المجرم، المراهق الذي دخل إلى عالم الإجرام إن صح التعبير. طيب، هو يعني المراهق دائما بيكون الضحية للأسباب اللي ذكرتها في الأول. هو دائما ضحية للمجتمع اللي هو وجد فيه، يعني لجأنا فيه مثلا، ضحية النظام أو السيستم ككل، بيكون كله ضد الشاب هذا. فكيف نحن نقدر نتعامل بفهمنا إنه هو ضحية، بفهمنا إنه ضحية حيكون أول علاج، وبعد كده حرصنا ما نجتهد في العقاب. يعني أغلب الوالدين دائما يجتهدوا في العقاب بدل العلاج، وهذه أكبر مصيبة دائما بتواجهنا نحن كمجتمع عربي إسلامي في بريطانيا، خوفا من المجتمع أو من القال والقيل. بنهتم أكثر في إنه يعني نعاقب الشاب هذا، وهذا لا يجدي نفعا بأي طريقة. فيجب إنه نجتهد في العلاج كيف؟ يعني بتركيزنا عليه هو في الأول والأخير، زي ما قلت بفهمنا إنه هو يعني الضحية مش المجرم. ونحاول نشوف علاجات. في بريطانيا عندنا خدمات بيقدموها للشاب اللي مثلا دخل عالم الإجرام، فلازم نسعى ونبحث عنها كثيرة، والحكومة بتوفرها، بس أغلب الأهالي أيضا خوفا من المجتمع ما يلجأوا للخدمات هذه. ودي أيضا يعني بتكون مصيبة ما بتعالج الوضع أبدا. وبالدعاء في الأول والأخير أكيد طبعا، ونوكل أمرنا لله سبحانه وتعالى.
في حالة ما إذا لم تكن متوفرة هذه مثلا الأساليب التي توفرها الحكومة، كيف يستطيع الآباء أن يتعاملوا مع ابنهم الذي بدأ ولوج عالم الإجرام بشتى أنواعه من أجل التخفيف أو إبعاده كل البعد عن هذا العمل؟ ما هي مثلا الأساليب؟ هل يحاولون أن يكونوا له مثلا أصدقاء أو أصحاب الخير، مثلا ممكن أن يجيبوا له شخص واعي يكون له كالقدوة فيحاول أن ينصحه بالتي هي أحسن، يعني مثل هذه الخطوات والحلول. أيوة، أنا أقول بالاحتواء والتواصل مع الشاب هذا. التواصل ما يكون بفرض الأمر، يعني لا تعمل كذا وإنت كذا كذا، لا، هذا أبدا ما يعالج. ففقط بالاحتواء إحساس، يعني لازم يحس بالأمان، لازم يحس بالحب في بيته، لأنه هو الأسباب هذه اللي بتخليه مثلا يدخل في العالم هذا. لازم نحتويه، لازم نتواصل معه، لازم نفهم يعني أساس المشكلة وكيف وكذا. فهذا ما حيجي، ممكن يعني حتى في نماذج كثيرة، مثلا أسر ما كانوا لا يتواصلوا مع الشاب ولا أي شيء، وكله ضرب وصراخ بس في الآخر قدروا يتوصلوا أيضا لأنه ينقذوا ابنهم أو كذا يعني. وده ما نيأس أبدا من رحمة الله، بيكون يعني أبدأ حتى من الصفر، أحسسه بإني أحبه، وأحسسه إنه هذا الساحة اللي بيته يكون الساحة اللي يشعر فيها بالأمان. لأنه العصابة أيضا حتجتهد في إنه ما تخسره، عرفتي؟ فحتجتهد في إنه ما بالنسبة لها حيكون خسارة، زي ما نحن بنجتهد في إنه عشان نربيه ويكون الأحسن والأفضل. العصابة أيضا بتصرف كل ما عندها، بيجتهدوا اجتهاد تام في إنه ما يخسروا الشاب هذا. فأنت حتكون الآباء والأمهات مقابل العصابة، فلازم نحن نفهم الوضعية دي، ونحاول أيضا نوفر له كل السبل اللي ممكن، ونلجأ نشوف، نسأل في مراكز كثيرة، في أماكن كثيرة فيها توعية، بس ما نحاول أبدا نحس بأنه نخاف من المجتمع. يعني خوفك من المجتمع حيحسسه بأنه هو أيضا حيحس بنفس النظرة اللي أنت تنظري لمشكلته، حيحس بعدم القيمة، إنه ما يسوى شيء، إنه هو انخرط في الهنا، خلاص ما في رجعة منها ومش عارف إيه والمسائل هذه. فلازم ننتبه على الأشياء، هي حاجات بسيطة بس ليها تأثير كبير جدا على المراهق. فيه مثل يقول الصاحب ساحب، ورفقة السوء أكيد لها دور كبير جدا في تربية الأبناء وفي تشكيل هويتهم وثقافتهم. كيف يمكننا أن نبعدهم عن رفقة السوء وأصحاب السوء ونجعل لهم بديل؟ أيوة، طيب، رفقة السوء هذه كمان في حاجات نحن بوعينا وإدراكنا وكأباء وكأمهات حنقدر نميز، بس هو ما حيقدر يميز. هذا بالنسبة له صاحبه اللي هو كل شيء في هنا في حياته مثلا، يعني حتى ممكن يفضله على أسرته. فهمتي؟ فلازم نحن كمان يعني زي ما يقولوا نستناه، نسبقهم بخطوات كيف في نحاول نفهم أصدقائه مثلا، ومش بالأمر زي ما قلت، بالذوق، بالتفاهم، بالكلام، وخلق بدائل ليهم، بدائل مثلا أنشطة. يعني الآباء مثلا أحيانا كثيرة بينشغلوا بتوفير لقمة العيش. الأب مسكين بيجي مرهق تعبان وعايز يريح وكذا، والأم أيضا بتكون في البيت، وخصوصا إذا كانت أسرة كبيرة، فينشغلوا عن الشاب. لكن أنشطة مهمة جدا، سباحة، رياضة، نوادي، سفر، أي شيء هو يحبها
لازم الواحد يخلق له البدائل. ما نقدر نحرمهم وما في بدائل، فقط إنه أنت أجلس في البيت، أنت ذاكر، أنت لا تشاهد، لا تعمل، لا تخاصم أخوانك، لا لا لا، هذه نقلل منها شوية ونخلق لهم البدائل هذه. وإن شاء الله بعد الله سبحانه وتعالى بيكون هذه فقط مجرد نماذج يعني صحيح. للحلول. أستاذة إسمهان، باختصار شديد، هل انحراف أحد الأبناء والوجه إلى عالم الجريمة هو مسؤولية الأهل؟ باختصار شديد، آخر سؤال نختم به حلقتنا لهذا اليوم. أكيد 1,000,000% مسؤولية الأهل. مسؤولية الأهل مش إنه هم ما مهتمين أو هم، لا، الأهالي دائما عايزين زي ما ذكرت في المقدمة، عايزين يكون الأحسن والأفضل والأنجح وكذا، لكن أساليبنا هي اللي تؤدي لأنه الشاب هذا يكون ضحية لدخوله في عالم الجريمة. فلازم يكون في البيت أمان. إذا في خصام بين الأبوين أتمنى أنه تكون خارج مشاهد الأبناء، لأنه ليها التأثير الأكبر في أنه يعني الأب مثلا أو الأم إذا ما يحترموا بعض، فكيف تطلب أو تطالب أبنائك بأنه يحترموك ويكونوا محترمين ويكونوا كذا؟ لا أبدا. فلازم شكرا لك أستاذة إسمهان. شكرا لك أستاذة إسمهان على هذا اللقاء وهذه المعلومات الكثيرة حول ابن المراهق وعالم الجريمة، كيف نكتشف أبنائنا قبل أن يتعمقوا في هذا العالم وكيف ننقذهم ونعالجهم ونحتويهم. كنت معنا أستاذة إسمهان نعمان، ناشطة اجتماعية، بارك الله فيك. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم في برنامج قوارير من قناة سلام الفضائية. دمتم في رعاية الله وحفظه. نلتقي وإياكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم.